الناس في العيد بتتقسم نصين، نص بيحبوا الرنجة والفسيخ ونص لأ. علشان كده عملت لكم أحلى سلطة جمبري ممكن تاكلوها في العيد. أول حاجة هنجيب أي ورق أخضر انتوا بتحبوه، سبانخ، خس أو أي حاجة، وحاولوا تخلوا فيه ألوان كتير على قد ما تقدروا. المكون الأساسي في السلطة وهو الجمبري، أنا جبته مطبوخ جاهز وتبلته ب3 حاجات بس: زيت زيتون وتوم وليمون مع رشة توابل الكاشن خلت طعمه أحلى. قلبوا المكونات كويس مع بعض وسيبوا الجمبري في التتبيلة بتاعته شوية، وهتبقى دي دريسنج السلطة. تاني حاجة في السلطة افوكادو طازة، وعشان تتأكدوا ان هو مستوي تدوسوا عليها دوسة، ساعتها تتأكدي انك لو فتحتيها هتلاقيها طازة وطعمها حلو وتسويتها مظبوطة اكتر ما تكون مستوية زيادة. هنقطع الافوكادو مكعبات على السلطة وزودوا عليها عصرة ليمون كده عشان ما تسودش. زودت برضو فلفل احمر، وطبعا انتوا عارفين كل ما نزود الوان كل ما الفايدة تزيد. شوية ذرة من فوق عشان مصدر نشويات صحي، وده بصل احمر عليه رشة سماق وشوية خل. بتسيبوه نص ساعة وبعد كده بتضيفوه للسلطة، بيخلي طعمها حلو قوي. وبعدين نضيف الجمبري بالصوص بتاعه، وبس كده احلى سلطة جمبري بقت جاهزة للعيد. حابين تسيبوها زي ما هي ممكن، او ممكن تضيفوا عليها رشة طحينة من فوق. في الحالتين بتبقى حلوة قوي. جربوها وقولي رأيكم. كل سنة وانتم طيبين، واكتبوا لي بتحبوا الرنجة والفسيخ ولا لا.